بصراحة اقول لكم بصراحة تجربوها ولا لا؟ بجد انا جايباها من على النت. انا عارف يعني، اتفرجت على كذا قناة عاملاها وقلت اجربها، لاني طبعا الزبدة النيوزيلندي غالية جدا جدا، وخلاص غليت قوي قوي، فلازم بقى نشوف البديل بتاعها. فهم طبعا عملوا الفيديو واقتنعت بيه بصراحة. انا اقتنعت، انا كمي اقتنعت بيه، وهعمله. طبعا عملته معاكم، وطبعا هنشوف النتيجة. تعالوا بقى نشوف النتيجة. بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنعمل طبعا الزبده النيوزيلندي في البيت. بمكونات موجوده في موجوده في كل بيت ما عدا مكون واحد اللي احنا نشتريه، اللي هو الزبده النيوزيلندي. انا هشتري 200 جرام زبده نيوزيلندي بحوالي يعني حاجه و30 جنيه. انا اشتريت 225 جرام ب37 وكسر، يعني 38. تمام. طبعا دي زبده نيوزيلندي اصلي، تمام، طبيعي، زبده نيوزيلندي طبيعي. كل ما الزبده معاكي تكون نظيفه، كل طبعا ما تبقى معاكي النتيجه احسن. طبعا كوباية لبن، كوباية زيت، الزيت لازم يكون نظيف، ومعلقتين خل، ومعلقتين طبعا عصير ليمون، وذرة ملح بس. هجيب كده طبعا اول حاجة اللبن لازم يكون من عند اللبان، ما تغلوهوش ابدا، من عند اللبان يجيلك على طول بقى كده تستخدميه على طول. تمام. هنقعد نضربه بقى شوية كده، يعني 3 دقايق ولا حاجة، نضربه في الخلاط كويس لحد ما القشطة كده تكون على الوش. بصوا القشطة بقت على الوش ازاي، لحد ما كده يكون في فوم كده على الوش. تمام. كده بقى انزل ايه بالزبده النيوزيلندي. الزبده النيوزيلندي لازم أن تكون بحراره الغرفه. يعني ايه بحراره الغرفه؟ يعني ما تكونش يعني دافيه او سخنه، علشان اللبن هيفصل مننا. لازم أن الزبده تكون ايه بحراره الغرفه كده. انا سيحتها في الميكروويف وسبتها تبرد مع نفسها. تمام. هضرب بقى الزبده مع اللبن كتير قوي قوي، لحد ما ايه ما اللبن بتاعي يفصل كده ويبقى زبده. تمام. ضربت حوالي اكتر من 3 دقايق منفصلين طبعا، عشان الخلاط ما يضربش مننا. نزلت بمعلقتين الخل، ومعلقتين ايه العصير الليمون، عصرة ليمونة يعني، وذرة الملح. ذرة ملح صغيرة خالص، عشان ايه لو هتستخدمي الزبدة يعني ايه في البسبوسة، في حلويات بقى، في حاجات حلوة كده، متبقاش معاكي مملح. تمام. والملح برضو مادة حافظة ليه. الزيت بقى في الاخر خالص. هشغل كده طبعا الخلاط على درجة حرارة يعني درجة حرارة ايه، درجة سرعة كده تكون مش سريعة قوي. وهنزل بقى بسرسوب سرسوب كده ايه زيت. تمام. يعني حاجة بسيطة زيت، وهو طبعا الخلاط شغال، او زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الضرب بقى ما عندكيش بقى ممكن هاند بلندر، هاند ممكن اللي هو المضرب كهربي، بس الخلاط اسهل بصراحة، الخلاط اسهل. قعدت ضربت كده لمدة 5 دقايق، وزي ما انتوا شايفين كده اهو دي بقت زبدة كده. تمام. هركنها كده على جنب بقى، وهجيب هنا كان عندي، عارفين الصينية بتاعت الانجليش كيك، اللي هو بتاعت الكيكة دي. تمام. جبتها. ما عندكيش هاتي علبة لبن، علبة لبن اللي هي بتاعت جهينة الكبيرة دي. وطبعا شيلي الوش كده بتاعها، وحطي فيها الزبدة، وحطيها في الفريزر. اهو زي ما انتوا شايفين انا حطيت فيها كيس طبعا هنا، علشان الزبدة ما تلزقش في الصينية. تمام. هحطها كده بقى غليفة في كيس التلاجة كده، واحطها بالفريزر بقى 3 4 ساعات كده ولا حاجة، وهشيلها. طبعا انا سبت حتة صغيرة، انا قصدي ان انا اسيب حتة صغيرة كده علشان ايه اقارنهم ببعض بالطعم والريحة والكلام ده كله. تمام. جاهزين للنتيجة؟ بصوا بقى النتيجة. يعني عايزة اقول لكم والله العظيم، والله العظيم عايزة اقول لكم ان اذان الفجر بيدن دلوقتي. والله العظيم يعني انا متفاجئة بالنتيجة، نتيجة مبهرة بجد. اول مرة في حياتي اعملها. بصوا. تمام. تعالوا نحطها. تعالوا بقى نحطها كده في الطبق. عايزه اقول لكم بصوا بقى، يعني انا هتكلم للامانه. تمام. هي مش متماسكه قوي، يعني فيها نسبه سوائل كده زي لبن والكلام ده. بصراحه انا مش عارفه ليه. انا عملت كل الخطوات اللي هم قالوا عليها في الفيديوهات طبعا بتاعتهم، انا مش عايزه اقول اسماء، ولكن انا عملت بنفس الخطوات. ولكن هي حلوه، ريحتها ريحه نيوزيلندي، طعمها طعم نيوزيلندي، تمام قوي. بس القوام مش زي الزبدة النيوزيلند العادية خالص، انتوا فاهمين.
بس الطعم والريحة وكل حاجة تمام. بس القوام عايزة اقول لكم ان هو خفيف، يعني في كده قوام، مش اللي هي الزبدة اللي هي ماسكة نفسها والكلام ده، لا. إيه، زي ما انتوا شايفين كده، انا عملت والله العظيم نفس الخطوات اللي هم قالوها بالملي بالحرف بالكل حاجة، وهي دي نتيجة حلوة جدا جدا. بصراحة حلوة قوي، موفرة كمان. يعني انك انت مثلا نجيب كيلو زبدة نيوزيلندي ب 200 جنيه، احنا عملنا نص كيلو او كيلو الا ربع زبدة نيوزيلندي بجد. حلوة يعني، مش وحشة، ب 37 جنيه او ب 37 جنيه. بصوا بقى، انا جبت كده طاسة، وقلت ايه ما اسيح فيها كده حتتين زبدة، حتة زبدة كده، اعمل بيضتين ولا حاجة اشوف برضو، لان البيض ذات نفسه لما بتعمليه بزبدة نيوزيلندي انا بعرفه، تفهمي. فقلت ما اعمل بيض وكده واشوف بقى الزبدة دي هتسيح وهتبقى سمنة وكده ولا ايه. فبصراحة بقت سمنة زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت بالبيضتين. فقشت كده بيضتين زي ما انتوا شايفين كده عادي جدا يعني. بس بصراحة والله العظيم نفس الريحة بتاعت السمنة البلدي، انتوا فاهمين، سمنة بلدي كده، نفس الريحة بتاعت الزبدة كمان نيوزيلندي. فالواحد متردد قوي، يعني انا مش عارفة، انا بقول لكم الامانة، نفس الريحة بتاعت الزبدة نيوزيلندي ونفس الطعم ونفس كل حاجة، بس القوام بتاع الزبدة طبعا مختلف. مش عارفة ليه. قولوا لي انتوا بقى في التعليقات تحت، لو انتوا عملتوها، لو اي حد عملها القوام زي كده. بس انا نفذت الفيديو بحذافيره والله العظيم. وطلع معايا النتيجة دي، نتيجة حلوة وموفرة كمان. بصوا يا جماعة، والله العظيم هي نفس الطعم، اقول لكم بجد هي نفس الطعم ونفس كل حاجة، ولكن مش نفس القوام بتاع دي. تمام، نفس الطعم ونفس الريحة ونفس اللون، ولكن مش نفس القوام بتاع الزبدة اللي هي طبعا مش نفس القوام. حاساها ان هي سايبة شوية كده. بس انت لا، انا لما سيحتها على النار زبدة مش عارفة. انا عن نفسي بصراحة حبيتها. ممكن اجربها تاني على فكرة، ممكن اجربها تاني، هي موفرة وفي نفس الوقت والله العظيم عملت منها البيضة اهو. بصراحة حلوة قوي، وطعم البيض حلو، يعني ريحة البيض حلوة. ولا الزبدة تحفة، جربوها يا جماعة. انا قلت لكم الحقيقة، قلت لكم ان الزبدة محتاجة شوية قوامها يمسك شوية. تمام، القوام مش ماسك قوي. وتاني حاجة الريحة بتاعتها نفس ريحة النيوزيلندي، والطعم نفس الطعم بتاع النيوزيلندي بالظبط، ونفس اللون زي ما انتوا شايفين كده، نفس اللون اهو، نفس اللون بالظبط. فبصراحة تحفة جدا جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس، طبعا يوميات منيوشة. واشوفكم على خير فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، انا نهيت معاكم الفيديو، بس انا بصراحه حبيت انا اعمل معاكم اللقطه دي، ان انا اسيح الزبده. بصوا هسيحها واشوف بقى هتعمل سمنه قد ايه. تمام. الزبده بصراحه انا خدتها كده، بصوا هيلا بيلا كده زي ما انتم شايفين، حطيتها في الحله. تمام. طبعا عايزه اقول لكم انا اتفاجئت بصراحه بالنتيجه، نتيجه حلوه قوي قوي، وطلعت يعني سمنه كتير. نص كيلو تقريبا. هتشوفوا دلوقتي. وطبعا حطيت طبعا السوائل اللي كان فيها، طبعا اللبن، الحاجات دي اللي كانت السوائل اللي فيها، قمت حطها في الحله. انا بصراحه يعني انصدمت ان القوام مش نفس الزبده اللي احنا بنعملها، وخفت ان هي تبوظ. فقلت اسيحها واحطها في برطمان، واحطها بقى في باب التلاجة، ابقى اسحب منها. زي ما انتوا شايفين كده اتحولت لسمنه، واللي على الوش ده مرتة. بس كده بصراحة هي حلوة قوي قوي، يعني جربوها بإذن الله تنفع معاكم. انا عن نفسي ممكن اجربها تاني، يعني في ظل ارتفاع الاسعار دي ممكن اجربها تاني. بصوا بقى انا طبعا هوزن معاكم. فبحط الطبق ده على طبق البايركس ده، علشان ايه؟ اظبط الميزان، اصفر الميزان عليه. تمام. وحط طبعا الزبدة، السمنة سوري بقت سمنة خلاص مش زبدة. يعني طلعت هي بالمرطة نص كيلو، حلو، نص كيلو مش وحش يعني. انا كنت جايبة 200 جرام، يعني 200 جرام اقل من ربع كيلو، فحلو مش وحش يعني، انك انت تعملي وتوفري مفيش مشكلة.